الله تبارك وتعالى أوحى الكتاب إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أورث الكتاب إلى جماعة قال عنهم اصطفاهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. هؤلاء اللي الله اصطفاهم منه الشيخ ابن كثير والشنقيطي وفلان، كل المفسرين. يابا منو الذين اصطفاهم الله؟ يقول الأمة الإسلامية. وعملية الإيراث تمت للجميع، الاصطفاء للجميع والإيراث للجميع. يعني أوحى الكتاب لمحمد ثم أورثه إلى الظالمين، لا يصح هذا التفسير. لماذا؟ لأنه يعارض القرآن. لأن الآيات شو تقول؟ أقرأ لكم الآيات، انتبهوا. في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. شلون يورث الكتاب وهو يقول بالقرآن لا ينال عهد الظالمين، والله لا يحب الظالمين؟ شلون يورث الكتاب وهو ما يحبه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، لعنة الله على الظالمين. هذا كله في القرآن. ويضل الله الظالمين، بل الظالمون في ضلال مبين. شلون نحل هذا الاختلاف؟ الله قال رجعوا للكتاب والسنة، رجعنا للكتاب والسنة. وين الحل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف مو من الله، الاختلاف من عبد الله، مني أنا ومنك أنت. أصلا واحدة من علامات الحق أنه ليس فيه اختلاف، ولذلك القرآن ليس فيه اختلاف. كمل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الله يريدني أرجع الأمور إلى الرسول وإلى أولي الأمر. الله ما قال ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر، قال ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر. يعني ذولي ويا النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء والنبي نفس الشيء. هذا العطف يضعهم في ماذا؟ في مرتبة واحدة من الحجية، حكمهم كحكم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بين قوسين، وهم علي وحسن وحسين والأئمة من أهل البيت عليهم السلام فقط وفقط وفقط. وهذه هي التي تتلائم مع القرآن وآيات القرآن، هم الذين عندهم علم الكتاب. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو، شنو هو كتاب؟ بل هو آيات بينات. وين عندي؟ لا، في صدور الذين أوتوا العلم. أكو جماعة الله عبر عنهم بأنهم أوتوا العلم، القرآن في صدورهم آيات بينات. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجي لك واحد ما مغسل وجه الصبح ويقول لك يا أخي القرآن واضح كل واحد يقدر يفهمه. تفضل تعال. الأخذ يجب أن يكون من آل محمد عليهم السلام. لماذا؟ لأن الله ورسوله أمر بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر. شنو هم الثقلان؟ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن ماذا نقول؟ نقول أن المراد من الذين اصطفاهم الله أئمة الهدى أهل البيت عليهم السلام. أوضح من هذا الكلام ماذا تريدون؟